السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو زهقتي من الطبيخ والوقفة في المطبخ كل يوم كل يوم، اعملي زي النهاردة كده واعملي غدا سهل وبسيط في 10 دقايق. اعملي رنجة بجد حلوة قوي من غير ما يكون فيها زفارة ولا اي حاجة خالص، سهلة وبسيطة ومن غير ما تبهدلي البوتاجاز بتاعك ولا يكون في الشقة اصلا ريحة رنجة انت عاملاها اصلا في البيت. بس تابعيني للاخر وكملي الفيديو للاخر وشوف هنعمل الرنجة ازاي وهنخليها ازاي. بس ما تنسنيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا نروح على البوتاجاز. جبت الصينيه عندي حطيتها على البوتاجاز بالشكل ده عشان ما بهدلش الدنيا وما بهدلش البوتاجاز بتاعي وما يبقاش فيه ريحه رنجه. بعد ما بخلص قبل ما انضف الرنجه بغسل الصينيه بتاعتي على الحوض قبل ما ببدا انضف بقى الرنجه بتاعتي. تمام، الصينيه اهي شغلت النار عليها. بصوا بجيب الرنجه بتاعتي كده بسم الله الرحمن الرحيم واحطها كده. تمام اهي، شايفين الرنجة عاملة ازاي؟ بصوا لازم تجيبوا الرنجة تضغطي عليها بصباعك كده، تضغطي ما تدوسي لتحت، يعني ما تغرسي صباعك ما يغرسش لتحت. لو غرس لتحت تعرفي ان الرنجة دي مش طازة وبقالها كتير. تمام، بصوا انا بضغط عليها اهي. بصوا مش بتدخل لتحت، مش بتدوس عليها بتنزل لجوه يعني. بصوا يعني تعرفي ان هي طازة. ولازم عشان خاطر تجيبي الرنجة بتاعتك حلوة ما تجيبيش رنجة معروضة بره. هاتي الرنجة تكون قولي له عايزة رنجة تكون في التلاجة. ليه؟ لان اللي في التلاجة دي هتبقى انضف، مش متعرضة للهواء وللشمس والحشرات اللي بتبقى بتطير دي. فبلاش، يفضل ان انت تجيبي الرنجة قولي له عايزاها من اللي في التلاجة مش اللي بره. تمام، بصوا اهي كويسة وبصوا بتلمع ازاي اهي زي ما انتم شايفين. تمام، بنحطها كده في قلب الصينيه بتاعتنا اهو وبنقلب يعني. بصوا اهي كده بالشكل ده. بصوا بتفتح ازاي اهي اهي كده اهو، بتقلبي فيها كل شويه. تمام، لازم تاخد تشويحه كده بالشكل ده اهو. كده بيسهل عليكي ان انت لما تيجي تشيلي الجلد بتاعها يتشال معاكي بسرعه. تمام، لكن انت لما بتعمليها على العين مباشره من غير الصينيه الزيوت اللي فيها بتنزل على النار بتحرق لك البوتاجاز وبتحرق لك العين، وريحه الرنجه بتقعد فتره طويله معاكي في الشقه وفي المطبخ كمان، بالذات بسبب الحركه اللي انتوا بتعملوها على البوتاجاز كده من فوق على عين البوتاجاز مباشره. فيفضل ان انت تعمليها بالطريقه دي. تمام اهو كده. انا بستخدم ايدي عادي من غير جلافز ولا اي حاجه خالص، لان انا كده كده لازم استخدم ايدي عشان اقشرها واتحكم ان انا اقدر اشيل الجلد بتاعها الطبقه اللي فوق دي، فلازم استخدم ايدي. تمام، وكل ست بيت بتستخدم ايديها تتنضف حاجتها. تمام اهو بالشكل ده كده نضغط عليها. بصوا الخياشيم بتاعتها والراس بتاعتها بصوا صفرة، لسه الرنجة دي جديدة مش قديمة. تمام، مش مركونة عند الراجل ولا اي حاجة. تمام اهو بالشكل ده. لازم تديها تشويحة لحد ما الجلد بتاعها كله ينطر بالشكل ده. بصوا شفنا بس الجلد بتاعها لازم ينطر بالشكل ده اهو عشان خاطر تعرفي تنضفيها وتشوحيها كويس. تمام، ولازم تجيبيها دلعه. لما هتجيبي الرنجه بتاعتك دلعه وتيجي تديها التشويحه دي بتحدق سنه بسيطه. تمام، لكن انت لما هتجيبيها حادقه وهتيجي تقلبيها التقليبه دي هتبقى حادقه بزياده. تمام اهو، خلي بالنا عشان بتبقى سخنه. تمام، لان هي معرضه لدرجه حراره. احنا بس عايزين الجلد بس يسخن ويفتح شوية عشان خاطر نعرف نقشره. بجد اكلة حلوة وتغيير بعيد عن الطبيخ والاكل والكلام ده كله. زهقنا والدنيا بتبقى حر، محتاجة كده اكلات شعبية شوية. تمام اهو، اللي انت حسيتي بقى ان هي خلاص كده بقت كويسة بترفعيها من على النار وتحطيها في طبق اهو كده.
نحطها في الطبق بالشكل ده، وتبتدي بقى ايه نقشر الجلد بتاعها ده عشان خاطر نخليها. هقول لكم برضو بس اخلص بس ان انا اخلص التشويحه بتاعتها دي ونبدا مع بعض نقطع. دلوقتي خلاص بصوا انا اديتها تشويحه اهي من مقياسي من الناحيه التانيه برضو بالشكل ده اهو. بصوا اهي فتحت اهي تمام اهو. بصوا كمان الجنب ده فتح زياده اهو. بصوا اللحم ابتدى بيتخلي لوحده اهو. بصوا زي ما انتم شايفين بصوا الجلد اهو بيتشال لوحده وبيتخلي تمام. فانا زي ما قلت لك الطريقه بتاعت الصينيه دي افضل من ان انت بتشوحيها على البوتاجاز اهي زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا اللحم بتاعها ما شاء الله حلو ازاي عشان هي طازه مش قديمه قوي تمام. يلا بينا نشوف تنظيفها ازاي. بينا ننضف معاكم الرنجه. انا نضفت واحده كده عشان بس ما يبقاش الفيديو طويل عليكم. بصوا البطاريخ اللي بتطلع فيها ده البطروخ بيبقى طعمه حلو قوي لما تحطي كمان عليه ليمون. تعرفي ان الرنجايه حلوه وكويسه لما بتلاقي فيها بطروخ كده. وبصوا طالع عامل ازاي ولا الرنجه طالعه عامله ازاي. بصوا بجد حلوه قوي وهتعجبكم ان شاء الله تمام. ادي الرنجايه اهي زي ما قلت لكم. بصوا بتتفتح كده اهي لما بتديها تشويحه على في الصينيه فبتسهل عليكي ان انت تعرفي تطلعي القطع بتاعتها. الجلد بتاعها بيتشال تمام. انا المفروض ان انا اصلا بفتحها من الظهر من هنا من ظهر السمكه من هنا تمام. بس انا هنا الجلد بتاعي اتفتح لوحده وانا بشوحها في الصينيه فسهلت عليا الموضوع تمام. انا بقصها من الظهر تمام. لو انت هتخليها من غير ما تشوحيها التشويحه دي قصيها من الظهر وافتحيها من الظهر هتلاقي السمكه طلعت معاكي بسرعه والرنجه طلعت معاكي بسرعه اهو. كمان انا هكمل فتحه اهو من الظهر. بصوا اهي بيطلع يدوبك فيها شوكة حاجة بسيطة تقدري ان انت تطلعيه بايدك باين وتخرجيه بسرعة تمام اهو. بتخليها كده من الظهر بالشكل ده بسم الله اهي كده. بصوا الجلد بيتشال بسرعة ازاي. بصوا اهو طبعا بيبقى فيه قطع رنجة ناخد بالنا ما نرميهاش اهي. اهي قطعه تانية اهي كبيره. بصوا بتقدري اهي في شقه كبيره اهي بنشيلها اهو خلاص تمام اهو. بصوا قطعه الرنجه طالعه عامله ازاي اهي. بتعملي ايه تنزليها لتحت كده عشان خاطر تسلكي الشوك منها اهي كده. ليه بقولك من الظهر تفتحيها عشان بصوا كده اهو تسلكيها وتنزلي. بصوا الشوك فين اهو. بصوا الشوك اهو. بص انا حطيت صباعي عليه عشان تشوفوا الشوك اهي. بصوا هنا هتلاقي بقى الشوك ايه حاجه بسيطه خالص مش زي ما بتفتحيها من البطن وبتلاقي كميه شوك كبيره جدا اهو. بصوا اهي بالشكل ده اهو. بصوا السلسله بتاعت الشوكه بصوا طالعه اهي. بصوا بكل سهوله تطلعيها كده اهي سهله خالص اهي. طلعت ما بقاش خلاص في شوك معانا غير بسيط جدا اهو اهي. بصوا الرنجايه عامله ازاي حكايه زبده بجد بجد حلوه تمام. في ناس بتقطعها الاول تخليها يعني الاول وتقطعها وترجع تشوحها على البوتاجاز تمام. دي حاجه دي طريقه تانية دي حاجه ترجع لك. المفروض ان انت قبل ما تعملي الحركه اللي انا عملتها على البوتاجاز دلوقتي بتخليها الاول بالطريقه دي وتقطعيها قطع وترجعي تحطي طاسه على النار وتشوحي الرنجه بتاعتك لو انت حابه تشوحيها وتاكليها سخنه وتطلعي الملوحه بتاعتها تمام اهي. بصوا مطلعه قطع سليمه ازاي عشان خاطر كمان الرنجة بتاعتنا طازة مش متعرضة للشمس كتير او مش متعرضة اصلا للشمس. لان انا قايلة قلت للراجل انا عايزة رنجة من اللي في التلاجة مش عايزة رنجة من اللي بره تمام اهو كده. بص بقى البطروخ بتاعها انا ما كنتش اعرفه الصراحه ما كنتش باكله عشان ما كنتش اعرفه. كنت فاكره ان البطريق ده المصارين بتاع السمكه فكنت الاول برميه
فاجي احط الرنجه يقولوا لي فين البطريخ ولا البطروخ اللي بيبقى موجود في الرنجه، اقول لهم هو فين ده، يقولوا لي اللي بيبقى في بطن السمكه حاجه كده لونها بيش كده، لون الرنجه بالظبط، وحاجه عريضه وكده. قلت لهم مش هي دي المصارين بتاعتها؟ قالوا لي لا، ده اسمه البطروخ، وبيطلع منه نوع تاني بيبقى مرمل كده شويه، ده برضو بيبقى حلو. يعني في نوعين من البطروخ بيبقى جوه الرنجه، نوع مرمل، والنوع ده اللي هو زي الرنجه، لون الرنجه التاني بيبقى لونه غامق. تمام اهو بالشكل ده. بصوا ما خدناش وقت اهو في ان احنا نعمل السمكية التانية. تمام، هكمل بقية الفيديو بنفس الموضوع، واخلي السمكية التانية ونشوف هنحط عليها ايه تاني. خلاص بعد ما ظبطنا الرنجة بتاعتنا اهي، في طريقتين في التقديم، ان انت بتعصري عليها الليمون دلوقتي. تمام اهو في الاكل يعني، وحسب الذوق بتاعك انت. يعني انا الرنجة معايا اهي بجيبها ومقطعه، بصوا شرايح ليمون قد ايه. تمام، وممكن احط ليمون تاني. تمام اهو بسم الله، وبعصر الليمون عليها كده بالشكل ده، كمية الليمون كلها على الرنجة نفسها وعلى البطريخ بتاعها اهو كده كده اهو. بجد كل ما تكتري الليمون بتاعها ما تحسيش ان انت بتاكلي حاجه زفره ولا اي حاجه خالص، وهي بجد فعلا مش زفره ولا فيها اي حاجه. تمام، عشان في ناس بتتضايق من اكلها بتقولك بتبقى زفره، بجد هي مش زفره. تمام مفيهاش اي زفاره اهو. بتعمليها معامله السمك لو انت عايزه تاكلي حاجه حلوه وكويسه. تمام اهو بالشكل ده، لازم تكتري ليمون عليها اهو. تمام اهو، وتفتحي كده تقلبي عشان خاطر الليمون يدخل في القطع اللي تحت. اصلا انا شايفه الليمون اهو نازل لتحت كله اهو بالشكل ده من التوزيع بتاعنا كده. تمام، انا هكمل بقيه عصر الليمون بس مش دلوقتي. تمام، انا مقطعه هنا بصل اهو، ده بصل للاكل، وبصل هحطه برضو على الرنجه. تمام، ومقطعه خيار برضو قطع صغيره، ليه هعملها زي سلطه، بس انا بحب السلطه بتاعتي خيار وبصل بس. وكمان هناخد معلقتين طحينه مش خام، دي طحينه انا مقلباها. تمام، هنعمل ايه، هناخد كام قطعه كده من الرنجه اهي بالشكل ده، تقدري تفتفتيها كده اهو كده اهو. وتخلي بالك وانتي برضو بتفتفتي كده، لقيتي شوكه ولا اي حاجه خدتي بالك منها طلعيها عادي مفيش اي مشكله. تمام بصوا اهي، يعني بصي يعني نادر لما تلاقي شوكه ولا حاجه طلعيها عادي وانتي بتقلبيها. تمام، بس اهو بالشكل ده. هنعمل ايه تاني، هناخد جزء من الخيار اللي احنا مقطعينه قطع صغيره اهي، جزء من الخيار هحطه على الرنجه اللي هي زي السلطه بالظبط. تمام، وهاخد برضو جزء من البصل. بصوا البصل انا حاطه عليه كمان ليمون، لازم البصل طالما قطعتيه لازم تعصري عليه ليمون عشان خاطر ما يبقاش مصنن معاكي. تمام، انا عشان مقطعاه شرايح فماسك في بعضه، فانا ايه بفككه كده اهو بالطريقه دي. تمام، وهاخد كمان معلقتين طحينه على السلطه بتاعتنا دي. بسم الله كده، معلقتين طحينه كده، ما بكترش طحينه. تمام اهو، بصوا عامله ازاي جميله جدا. انا بحب الطبق ده الصراحه، يعني انا بحب اكل الطبق ده. عندي ناس تانية بياكلوا اللي هي متقطعه قطع كده وعليها ليمون من غير طحينه ولا اي حاجه، بيحبوا ياكلوها كده وياكلوا الطحينه جنبها والخيار لوحده والبصل لوحده، مش بيحبوا يعملوها سلطه بالطريقه دي. انا عندي فيديو على القناه بس قديم شويه، كنت عامله كريب الرنجه وحواوشي الرنجه، كان في مطعم عمل الموضوع ده ومشي قوي، فعجبتني الفكره فعملت الفيديو بتاعها، وبجد كانت جميله جدا، بالذات الكريب كان جميل جدا بجد. الكريب والحواوشي كانوا تحفه، كريب الرنجة وحواوشي الرنجة كانوا تحفة. لو حابين ان انتوا تتفرجوا على الفيديو اكتبي كده حواوشي الرنجة وكريب الرنجة هيظهر لكم على طول. تمام اهو بالشكل ده.
ادي طبق الرنجة اللي هو السلطة. تمام، بس ادي طريقتي في الرنجة، وده الغدانا بتاع النهاردة ان شاء الله. يا رب يعجبكم، وتغيير ان انتوا بعيد بقى عن الطبيخ والكلام ده، فاحنا ايه قلنا نغير، وحاجة ايه بسيطة، مش قد كده. كل حاجة غالية طبعا، مش رخيصة، بس تنويع بقى، مش كل شوية طبيخ والكلام ده. وعملت جنبهم كمان طبق بطاطس محمر للي حابب ياكل بطاطس جنب الرنجة. تمام اهو الشكل ده، حط طبق البطاطس اهو بالطريقة دي. تمام، وبألف هنا، ويا رب طريقتي في الرنجة تعجبكم وتجربوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.